من ساعة ما بقينا بنجيب لعيبة من نادي الزمالك، ومن ساعة ما بقينا نجيب يعني صفقات من نادي الزمالك وإحنا مش محتاجينها أساسًا، بس أنت رايح تجيبها عشان تجيد نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، وحاجة بقت جديدة علينا، يعني من ساعة الصفقات دي ما دخلت النادي بقت جاية وجايبة النحس وجايبة الفقر معاها، وما بقيتش عارف أنت جايبها ليه، يعني عشان تجيب بس جمهور الزمالك، يعني حتى قبل كده لمّا كنا بنجيب صفقات من الزمالك، أنت ما كنتش بتجيبها عشان أنت بس بتكيد في الزمالك وفي جمهوره، لأ أنت كنت بتجيبها لإن أنت فعلًا كنت محتاجها والمدير الفني كان بيبقى محتاجها سواء الجوزيه أو اللي قبله أو اللي قبله أو اللي بعده، كنت بتجيبها عشان أنت محتاجها، لكن أنت دلوقتي بقيت بتجيبها عشان أنت عايز تكيد في نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك، ورُحت جبت لعيبة زي زيزو ما لوش أي لازمة، ما أنت عندك حسين شحات، رُحت جبت بن شرقي ما جبتش بن شرقي وهو صغير، رُحت جبته وهو كبير في السن وبيبطّل كورة وجاي يبطّل كورة عندك في النادي. رُحت جِبت إمام عاشور لعيب إمكانياته كبيرة وكل حاجة، ولكن عنده مشاكل كبيرة جدًا وبيعمل مشاكل كتير، أول لاعب في النادي الأهلي أصلًا يعني ييجي عليه 2.000.000 جنيه غرامات، ففي مشاكل كبيرة جدًا، أنا مش فاهم الإدارة بالضبط يعني عايزة إيه مننا